إنريكي: حكيمي يسخر مني كثيرا. لم يسلم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من سخرية أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق. وسئل إنريكي قبل مباراة كلاسيكو الدوري الفرنسي غدا الأحد في الدوري عن رأيه في المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط مارسيليا، وكان إنريكي قد أشاد بأداء أوناحي في المباراة التي انتهت بفوز المغرب على إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، وأدى خروج إسبانيا أمام المغرب إلى إقالة لويس إنريكي من منصبه كمدير فني للماتادور. وأجاب إنريكي في مؤتمر صحفي: أوناحي لاعب دولي، بالنسبة لي لا أكون مسرورا عند الحديث عن هذه المباراة مرة أخرى. وأشار: لقد دافع المنتخب المغربي بشكل جيد وخاصة أوناحي، كما أن أشرف حكيمي كان متواجدا مع المنتخب المغربي. وأتم: حكيمي لا يزال يسخر مني في كل مرة نتذكر خلالها هذه المباراة. هذا وارد في كرة القدم، يجب أن تعرف كيف تفوز وكيف تتقبل الخسارة أيضا. تأجيل إغلاق مركب محمد الخامس. اتخذت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء قراراً بالتعاون مع شركة سونارجيس الوطنية المعنية بإدارة وصيانة المنشآت الرياضية، ووفقاً لهذا القرار تم تأجيل إغلاق ملعب مركب محمد الخامس الذي كان مقرراً له أن يتم في 30 شتنبر 2028، وذلك بعد مباراة فريق الوداد الرياضي مع ضيفه هافيا كوناكري الغيني في إطار دوري أبطال إفريقيا. وتأتي هذه الخطوة نتيجة تداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب عددا من المناطق في المملكة المغربية، وعليه تم تأجيل بدء أعمال إصلاح ملعب محمد الخامس التي كانت مقررة في أكتوبر 2023. كان رحيمي يتألق ويسجل هدفين عالميين، وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل أحد أجمل أهداف الدوري الإماراتي اليوم ضد عجمان من ركلة حرة حولها رحيمي بركلة على الطاير، سكنت شباك الحارس الخصم ليضيف بعدها هدفه الشخصي الثاني بعد مرتدة أنهاها في المرمى، معلنا عن ثالث أهداف العين، ليبرهن بذلك أحقيته بالتواجد رفقة المنتخب المغربي بعد تألقه اللافت في المباريات الأخيرة. إذا كنت تشاهد فيديوهاتنا لأول مرة فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك والتفعيل للجرس، وشكرا.